السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نثبت كده التليفون. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ليش بقالنا كتير بس اطفي بقالنا كتير يا جماعة بقى ايه يعني، بقالنا كتير ما بنعملش لايفات، وانا بشكر كل الناس اللي كانت بتسأل علينا. تمام؟ ثواني بس عشان بعمل لايف بس. فانا بشكر كل الناس يا جماعه اللي سالت. يعني كان عندي ظروف، بس والدتي كانت تعبانه، فالحمد لله على كل شيء. تمام. فحبينا بقى النهارده ايه نبتدي باللايف الجميل دوت، عشان بس ايه نتكلم مع بعض. انتوا الاول ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم الاول؟ انا بعت لكم الصور، فايه رايكم في الصور؟ وبعد كده بعت لكم الصوت اللي انتوا سمعتوه. كان في اخ هنا مش عارف عماد باين ولا مين، او محمد عماد اهو، بيقول لي شغل مهرجانات. يا عم احنا زهقنا من المهرجانات بقى، بنشغل تراك بيقول لي خلي السماعه تقول كل حاجه. تمام. طبعا لما تيجي هنا طبعا ده شغل ناس يعني يعتبر يعني متسلم الحمد لله. يعني كل الشغل اللي عندنا محجوز دوت احنا بنحضره. يعني الناس مش هتستلم دلوقتي، بس احنا نخلص منه مره واحده كده، عشان بس ايه نفضي دماغنا في اللي جاي ان شاء الله. لان اللي جاي في حته تانيه. وكنت عايز اكلمكم برضو على قصة الاسعار والكلام دوت. للاسف يا جماعة الاسعار كلها رفعة يعني رفعة زي الفل يعني. رفعة تمام. فانا اي حد بيكلمني يقول لي انا عايز احجز اي حاجة، فبقول له ابعت لي عربون عشان اثبت لك السعر. مش عشان انا ما عنديش بضاعة على الكلام دوت، لا موجود الحمد لله، كل حاجة موجودة، بس عشان تثبت السعر. لان كل حاجه زادت وكل حاجه راحت في داهيه. فالايام الجايه ديت يا جماعه الف مبروك، الف مليون مبروك اللي بيطلع ب 300 جنيه. انا يعني فرحان لك والله اللي انت تطلع ب 300 جنيه. الف مبروك للي بيرخص نفسه وبيطلع اوردرات ويضرب في زميله. ده الف مبروك الف مبروك. وما تزعلوش على الناس ديت يا جماعه. الناس ديت يعني
هي بتقضي على نفسها بنفسها. ازاي؟ لان هما لو وقع منهم اي حاجه ولو باظ منهم اي حاجه فصعب اللي هما يقوموا تاني. ليه بقى؟ لان انت عندك طبق بيحصل فيه حاجه، باور بيحصل فيه حاجه، اقل حاجه دلوقتي بقت ب 500 و600 و700 و1000. يعني ال1000 بالنسبه لنا بقت كلام فاضي. يعني انت لو مثلا جيت في اوردر مثلا وحصل لا قدر الله مشكله عندك ولا حاجه، وجيت خسائر مثلا عندك 500 جنيه، انت كده مفيش اي حاجه بالنسبه للاسعار اللي احنا فيها. فالناس بقى اللي بتطلع على النت وتقول لك اتكلم على الناس اللي بتطلع وتضرب في زمايلهم، يا عم يا جدعان انتوا زعلانين ليه؟ خليهم يطلعوا وخليهم يضربوا وخليهم يعملوا اللي هم عايزينه، خليهم يعملوا اللي هم ما بدلهم، ما بدهم يعملوه. المشكله كلها انت ضربت الاوردر دوت وطلعت ب 300 جنيه، طلعت ب 200 جنيه، ايا كان الرقم الرخيص اللي انت طلعت بيه. فانت اول ما يقع منك حاجه من اي حاجه بقى، من السماعه، من باور، من اي حاجه، انت سعادتك هتدفع مش ثمن ال 200 300 جنيه. ال 200 300 جنيه دوت هتدفعهم مواصلات، يعني دوت يعتبر تحت بند المواصلات ال 200 300 جنيه. اما اللي جاي فاللي جاي هيزعل، واللي جاي هيخليك تبيع اللي عندك اساسا وتفضها. فيعني يعني يقول لك ايه، مصائب قوم عند قوم فوائد. يعني زياده الاسعار ديت خلي الناس بقى تنضف يا جماعة، خلي الناس تجيب حاجة نظيفة، خلي الناس تجيب حاجة كويسة. واللي بينزل يشتري دلوقتي يا جماعة سعادتك، يعني أنا مثلا عندي الهاية اللي ورايا ديت اللون بتاعها إيه؟ اللون مثلا أحمر، الاكسسوار أحمر والكلام دوت، تمام؟ طيب أنا لقيت عند واحد تاني، عند سين، عند صاد، أنت بتبيع مثلا ب5 قروش، غيرك بيبيع بقرشين، بيبيع ب3. خليك فاكر وخليك عارف إن الناس اللي عندها الحاجة غالية في مجال الصوت هم مش ناس حرامية، هم مش ناس مجانين، هم مش ناس مغليين. كل واحد دلوقتي، كل تاجر دلوقتي عايز يبيع وعايز يكسب عشان وراه يبقى مفتوحة، تمام؟ فهو مش هيغلي كده اللي هو يعني عنده بضاعة وهو قاعد فرحان بنفسه وهو مغلي والكلام دوت. لا، كل حاجة غالية، كل حاجة غالية بتتحط في المكان بتاعها بتبقى ليها الميزة بتاعتها. انت طالع بحاجه غاليه يبقى انت طالع بحاجه كويسه. ممكن انا العب لك في الالوان كلها واحده، بس هل الخامه واحده؟ طب هل الاكسسوار واحد؟ طب ما انا ممكن اعمل لك حديد مصري واقول لك يلا يا عم وتعالى خد الهايه بالمبلغ اللي انت عايزه. لكن انا بقول لك تعالى وشوف واتفرج يا عم، ما تشتريش من عندي. انا بتكلم على كل الناس اللي شغاله في القصه بتاعتنا. حبيبي يا عم رزق تسلم. انا بس عشان الناس ما تزعلش مننا، عشان بس ايه، في ناس بتقول لي انت ما بتشوفش التعليقات بتاعتنا والكلام دوت. فاحمد بيقول لي عايز اكلمك، ارن عليك امتى علشان انا مش في مصر. حبيبي في اي وقت يا ريس، في اي وقت باذن الله بعد القصه ديت. عمار ازيك يا هندسه؟ يا عم ازيك، وازاي قطر، وازاي كاس العالم على حسك يا عم. ده من الناس المحترمه اللي في قطر يا جماعه، الناس اللي في المجال بتاعنا. والله يعني المجال بتاعنا دوت عرفني بناس يعني ما شاء الله، يعني عالم محترم. انا لسه مكلمني واحد امبارح والله من ايطاليا، والتاني من قطر، وبيكلمني ناس من السعوديه وناس من فلسطين. فالحمد لله يعني بدعواتكم احنا بنبقى في مكان كويس. والله انا يعني بحاول اجتهد وبنحاول نجتهد كلنا، انا والناس اللي معايا، اعوذ بالله من كلمه انا والناس اللي معايا، عشان نقدم احسن حاجه بصرف النظر عن البيع والشراء والكلام ده. انا اللي يهمني الصوت، انا اللي يهمني رقم واحد عندي الصوت. انت دخلت عندي ولقيت حاجه مش عاجباك ولا الكلام دوت، يا عم خلاص مفيش مشكله. انت دخلت عندي عشان تتفرج، لازم افهمك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، عشان تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي. لان زي ما بقول لكم يا جماعه، مفيش حاجه دلوقتي في المجال بتاعتنا رخيصه. وقصه اللي انا بتاع الغلابه والكلام الفاضي دوت، لا ده كلام ما بياكلش عيش، ومفيش حد بتاع غلابه، ومفيش الكلام الفاضي دوت، تمام؟ انت اذا كان مستورد بينزل حاجه مثلا ويقول لك مثلا هنزل السعر والكلام دوت، هو بينزل من هامش الربح بتاعه، تمام؟ وكل واحد بقى على قد ما ايه الميزانيه بتاعته، على قد ما شغله، وعلى قد ما القصه بتاعته دي حسبه تانيه ودنيا تانيه وحاجه تانيه. بس ما فيش قصه اللي انا بتاع الغلابه وانا واقف في ظهرك وواقف في قفاك والكلام الفاضي دوت. يعني انا لو واقف معاك هديك الحاجه الكويسه، ده اللي انا اعرفه. واقف معاك انا هديك الحاجه الكويسه، هديك الحاجه اللي انت تطلع شغلك ما تدعيش عليا. لاني اعوذ بالله من كلمه انا واحد منكم،
انا مش مكاني اللي انا في معرض بس، لا انا مكاني في معرض، مكاني في الشارع، في مكان في وقت اجازتي بشتغل الكلام دوت، فزي زيكم. فالمشاكل اللي بشوفها بحاول اتلاشاها هنا، بحاول على قد ما بنقدر اللي احنا نقدم حاجه كويسه. بطلع الحاجات اللي عندنا وبطلع الصوت اللي عندنا واقول لكم ايه رايكم يا جماعه، اسمعوا الصوت، اسمعوا ايه رايكم في القصه ديت. يعني السيستم اللي ورايا دوت تمام، ده سيستم عباره عن 8 غيارات واربع بيزات وميكسر يعني كل حاجه في الصوت، هو بس ما عليه اللي يجيب الفلاشه يحطها ويشتغل. السيستم دوت اساسا يعني يعتبر اللي هو خلص، واحنا خلاص يعني يعتبر ظبطته خلاص الحمد لله. ولسه باعت دلوقتي والله العظيم قبل ما اكلمكم، باعت للعميل بقول له انت هتستلم امتى؟ قال لي لا لسه شويه والكلام دوت، عشان بس انا برتب شويه حاجات والكلام دوت. هل انا بقى قلت له لا مش هينفع؟ لا يا عم خلاص مفيش مشكله. فاحنا لما بيجي لنا شغل يا جماعه ما بنركنش لما تيجي اسلمك، لا احنا بنخلص شغلنا عشان نشوف غيرنا. لان في يوم وليله ممكن يقول لي انا جاي لك النهارده، ساعتها هتعمل ايه؟ ما هو مش هينفع، يعني مش هينفع. فلازم يا جماعه، وبرده انا كنت بقول الحته دي عشان حته صغيره بس يا جماعه، الحته الصغيره ديت اللي انا اعوذ بالله من كلمه، انا هروح اسلم السيستم ده على ارض العميل، على ارضه. ليه اسلمه على ارضه؟ لان هو واخد من عندنا صوت كامل، فهو واخد من عندنا، مش واخد عندنا كالونه بس فاضيه وماشي بيها، مش واخد بيزه فاضيه وماشي بيها والكلام دوت. طب انا هسلمك ايه؟ بناء على ايه انا هسلمك يعني؟ تمام. فانا هروح اسلمه على في مكانه، وان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله قبل ما السنه تخلص باذن الله هيكون مستلم. وهسمعكم الصوت وهنبعد وهنسمع الكواليتي بتاع الصوت والكلام دوت على المفتوح بقى. حبيبي حسام حبيبي يا عم، مفيش في الشغلانه بتاعتنا دي حد رقم واحد يا عم، رقم واحد هو ربنا في كل حاجه. فسيبك بقى من رقم واحد، احنا كلنا بنجتهد، كل اللي في مجال الصوت في مصر احنا بنجتهد مع احترامي لكل الناس. كل واحد ربنا مديله شويه علم كده يعني ايه على قده كده، يعني ربنا كرمه بيها تمام. فيعني الحمد لله يعني ربنا يسهل ان شاء الله تمام. فاحنا يعني بنحاول نكون احسن حاجه، وتكون احسن القصه كلها بتاعتنا تكون كويسه، وبنحاول نطلع منتج كويس، ده اللي يهمنا يا جماعه. وانا كنت بقول لكم يا جماعه دلوقتي الناس اللي تشتري النهارده قبل بكره، للاسف الناس اللي بتسالني على الاسعار دلوقتي بقول لها بسعر اليوم. والله احنا وصلنا لدرجه ان انا اقول بسعر اليوم تمام، بسعر اليوم يا جماعه. يعني هي الفكره كلها اللي احنا دلوقتي بقينا عاملين زي الذهب، في يوم وليله تليفون الحق ده المكون ما زاد، الحق ده قصه ما في مجال الصوت بتاعتنا زادت. فانت غصب عنك ليه؟ لان دلوقتي كل حاجه في زياده. انت بتروح تسال الراجل اللي انت بتشتري منه اي حاجه، اي سلعه خلقها ربنا، دي بكام؟ دي بكام؟ قبل ما تشتري كل يوم بتشتري، كل يوم بتشتري. سيدي بيقول لي شكرا على عدم الرد. رد ايه؟ بسال على مايكات الدرامز بكام؟ لا والله مش عندي يا سيدي، معلش. بص يا سيدي، بص يا جماعه بس معلش عشان الناس بس ايه يعني، انتوا ما تعرفوش يعني. انت بتكتب دلوقتي ليه تمام، انا ممكن اخد بالي وممكن ما اخدش. انا ببقى مهتم ان انا بوصل لك حاجه معينه، معلومه معينه. فانت ما تجيش بقى يعني تحكم عليا وخلاص وشكرا وتزعل لا لا، خليك بس. حتى الناس اللي بتتصل بيا يعني، هو بعت لي واحد على الماسنجر والكلام دوت وي وعمال يكلمني، فبيقول لي انت مش بتقدرني ومش بتقدر. يا عم انت تعرف ظروفي، ما هو معلش في الكلمه، لا مؤاخذه في الكلمه، انت بني ادم، انت بني ادم، انت مش آلة، مش انسر ماشين قاعد بيرد على المكالمات والرسائل والكلام دوت. فانت غصب عنك بتبقى كده. فارجو يا جماعه الناس تتقبل العذر يعني بتاع الواحد، عشان احنا كلنا بشر يعني تمام. الشيخ اعلام بيقول لي الله ينور. يا عم سيبك بقى من رقم واحد بقى، احنا اخر رقم يا جدعان، احنا مش سيبك من قصه حبيبي يا صديق. فالمختصر يا جماعه، الناس اللي عايزه تشتري سماعات، الناس اللي عايزه تشتري اي حاجه تخص الصوت اليومين دول، اشتري النهارده، اشتري امبارح قبل النهارده، اشتري من اسبوع قبل بكره.
لاني والله العظيم ما مضمونه، والله ما مضمونه. هو للاسف يعني انا لما بيجي لي زبون والكلام دوت حتى بيقول لي طب ده كام، بنبقى اتفقنا على الاسعار كلها وخلاص، هو تمام التمام، هو جاي يعمل لستة اسعار فبياخدها معايا. طيب هندسه انا اكلمك، اقول له بس قبل ما تمشي من عندي بكره انا مش مسؤول لو زاد جنيه ليه ومش عارف ايه والكلام دوت. اقول له معلش انا غصب عني، غصب عني وغصب عن الدنيا كلها، اديكوا شايفين الحال بتاع العالم كله مش عندنا احنا بس. تمام. فبضطر اللي انا عشان اثبت له سعر، الراجل اتفق على القصه ديت، ادفع عربون، انا ما اشتريتش منك تدفع عربون كام ولا الكلام دوت. انا بس المهم عندي اللي انا اثبت لك السعر، الراجل التزم بالمبلغ دوت او العربون دوت ايا كان ايه هو، عشان اقدر اثبت لك القصه ديت واخلي لك السلعه ديت بنفس السعر ليها لغايه ما تيجي تستلمها بس. تمام. اللي محتاج يشد صوته خايف ومش لاقي نصيحه من حد يعمل ايه؟ بص يا محمود، انت مش فاهم في الصوت، سعادتك روح لحد فاهم في الصوت، افهم في الصوت كويس قوي قبل ما تشتري قشايه، اعرف ديت بتشتغل ازاي، اعرف لما بتعطل منك بتعمل ايه، هات عده واخد بالك انت، خد معاك حد فاهم يشتريها لك عشان ما ترميش الالوفات بتاعتك على الارض، لان احنا مش ملاليم اللي هتدفع في القصه بتاعتك، لا احنا هتدفع الوفات والوفات كتيره كمان. وسيبوكوا بقول لكم القصه بتاعتنا ديت، اللي يقول لك انت بتاع غلابه اقول له لا شكرا معلش اركن على جنب انت كده بس عشان بيشوف بعدك. مفيش حد بتاع غلابه، مفيش حد بتاع غلابه، يقول لك بتاع غلابه ده بيدلك، اعرف اللي هو يعني بيشنبرك من ناحيه تانيه. فمفيش حد بتاع غلابه والقصه ديت، لا. بتاع الغلابه صحيح اللي يبقى رؤوف بقصه الغلابه مش في السعر، ان يديها الحاجه كويسه، وبعد كده السعر دوت بقى يعني على حسب ما ماشي عليا وماشي على غيري وماشي على غيري وماشي على غيري، بس يديك الحاجه كويسه، يديك الحاجه اللي تاكلك عيش. انتوا زي ما بتقولوا ايه، انا عايز اشتري حاجه والله تاكلني عيش، ما تطلعش اوردر وبعد كده تطير منك سماعه، يطير منك تويتر، يطير منك مش عارف باور، الكلام الفاضي دوت لا. فالفكره كلها يا جماعه اللي يخش المجال بتاعنا لازم يكون فاهم. تمام. ايه يا عم تامر غلط عليك، والله انا اللي بكلمك مش فاهم يا محمود، مش فاهم والله. ايا كان يا حوده معلش انا يمكن فهمت غلط ولا الكلام دوت. تمام يا جماعه، فارجو ان الوقت الجاي دوت عندنا، الوقت الجاي اللي عندنا في موديلات نازله جديده، في قصه نازله جديده، في صوت ان شاء الله هنشتغل فيه جديد. احنا بنبتدي مع نطور على حته تانيه، بنطلع على قصه تانيه، لاينات بس هنشتغل في قصه تانيه، هو يعني بذات بس هنشتغل في قصه تانيه ان شاء الله. بقى الوقت اللي جاي وقت الهرم، فربنا يقدرنا ان شاء الله ونكون نقدر نطلع كويس، ونكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. عم تامر زمان تجيب الفقر الواحد بقى بنعمل له فرحه، ما هو المشكله كلها في ايه؟ اللي انت ارخص واحد في الفرح، يعني المشكله السوداء اللي بتاع الدي جي دوت ارخص واحد في الفرح، رغم اللي هو المفروض يكون اغلى واحد في الفرح، لان هو الفرح، يعني هو الفرح بتاع الدي جي ده، هو الفرح، هو الفرح كله. انت ما ينفعش تعمل فرح من غير ما تجيب سماعات من غير ما تجيب صوت والكلام ده، هتعمل فرح ازاي؟ فاللي بيرخص نفسه خليه يا جماعه ربنا يقويه، انت تشجعه كمان اللي هو يرخص نفسه. يعني اللي ياخد مثلا منك اوردر، مثلا انت جايب مثلا طلعوا ب 2000 جنيه ولا حاجه، ياخدوا منك برخص التراب واخد بالك انت، ويطلع الزبون قول له الف مبروك عليك، واوعى تكون زعلان، والله العظيم ثلاثه هو اللي هيزعل، والله هو اللي هيزعل مش انت ولا هتزعل ولا هيحصل لك اي حاجه، بس هو اللي هيزعل، هو اللي هيشيل الطين. ليه بقى؟ لان هو استرخص وبقى رخيص وطلع رخيص، فبالتالي اي حاجه تعطل عنه هيجيبها بالغالي، فمش هيكمل في القصه ديت. وخصوصا دلوقتي احنا دلوقتي بنتكلم في ارقام يا جماعه، دلوقتي المسمار برقم، دلوقتي المسمار بفلوس، احنا وصلنا
لدرجه ان ال5 جنيه بقت الطعميه اللي قد كده بجنيه، قد كده. احنا كنا بنجيبها بشلن زمان، فلك ان تتخيل يعني. رغيف العيش اللي احنا كنا بنجيبه كان بربع جنيه والكلام ده، دلوقتي بجنيه ونص رغيف العيش الكبير. احنا في حته تانية، واحنا طالعين على قصه تانية، وربنا يستر في الايام اللي جايه. لان الايام اللي جايه ديت اساسا اللي مش هياخد باله من عدته يبطل الشغلانه احسن. يعني اللي مش هيخلي باله من عدته ويخلي باله من قصته كلها يبطل الشغلانه ويقعد في البيت احسن. عشان ايه؟ هتصرف عليه وهتبهدله وهتفلسه وهيتخرب بيته. من الاخر يعني. تمام. النهارده باور، بكره ميكسر، بعده سماعه، بعده مش عارف ايه. واللي مش فاهم في المجال يا جماعه، اللي مش فاهم في المجال يا ريت يتعلم الاول، يفهم الاول، يسمع الاول، يشوف، وبعد كده يشتري ويخش القصه بتاعتنا ديت او يخش المجال بتاع السوق. لان مجال السوق دلوقتي مكلف قوي يا جماعه. يعني مجال الصوت بتاعنا مكلف قوي 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 فوق ما تتخيلوا في الايام اللي احنا فيها ديت. ولسه بكره يعني افتكروا النهارده مثلا يوم 15 النهارده، افتكروا مثلا يوم 1 السنه الجايه ان شاء الله. هقول لكم فاكرين يوم 15 قلت لكم ايه؟ طب بصوا النهارده بقى الحاجه ديت بكام؟ فانت هتلاقي نفسك لقوا بارقام 200 300 400 500 600 الف جنيه زياده مثلا على سلعه ما في السوق. باور مثلا، سماعه، ايا كان، تويتر، ايا كان. يا جماعه ده مفيش غيار التويترات اساسا موجود في مصر. غيارات التويترات بقت دلوقتي اللي بيطير منه تويتر بيروح يجيب تويتر جديد. يعني شوفوا احنا وصلنا لغايه فين. ف حبيبي يا سوفت، حبيبي ازيك يا حود، عامل ايه؟ حبيبي يا اسلام، حبيبي اخويا، عامل ايه؟ فالقصه كلها يا جماعه اللي احنا داخلين في حته. انا مش بخوفكم، بس لا مؤاخذه في الكلمه، لما تيجي تشتغل ابقى راعي عدتك شويه. ما تراعيش الزبون قد ما تراعي عدتك. يعني خلي الزبون ده رقم 2 بس عدتك رقم 1. بمعنى انت النهارده طالع مثلا بطقم صوت، طقم صوت سماعتين وبستين، فكبس عليك الناس. ما افتريش انا بقى واعلي كترة الناس اكتر، معليش اكتر. ما هو التعلية دي على حسابك، التعلية دي على حسابك. الزبون مش هيديك جايزة اوسكار. كل ما تعلي كل ما بتولع في فلوسك. عامل زي المدمن كده، واخد بالك انت؟ او بتاع المخدرات مثلا اللي هو مدمن في نفس الوقت، بيبيع ومدمن. هو كده كده بيولع في فلوس اللي هو بيشربها مثلا يعني. فكل ما بيزود هو بيخسر اكتر ما بيبيع. انت خليك حافظ على عدتك. الزبون اتفق معاك على طقم، والله هي امكانيات الطقم كده. انت مش هتاخد جائزه نوبل لو واحد دخل عليك، واخد بالك انت؟ ولا الزبون مبسوط منك. الزبون لما بيجي يخش عليك بيقول لك مثلا والنبي اديني سماعه، انا عايز سماعتين، ولا ما عندكش سماعتين؟ طب اصل هو على القد يعني. في شهاده فقر بيجيبها لك الزبون من حيث لا تدري، وشويه شويه هيعيط لك، وشويه شويه هيقول لك طب عشان الحبايب، طب القرايب، طب الصحاب. عكس بقى ما هو يروح عند الكوافير مثلا، الكوافير كذا، خلاص ادفع زي الباشا. فستان الفرح كذا، ادفع زي البرنس. بدله ادفع زي الخواجه. لكن تيجي على بتاع الدي جي دوت لما مؤاخذه في الكلمه، يبقى فيه وفيه وفيه، ولازم تطلع لي انت باقل حاجه. فيا جماعه كل دوت على حسابكم، كل ده على حسابكم. هتعلي الصوت وتخليه يخش في الاحمر، تخلي البورات تبجع احمر، تخلي السماعات تشيط، انت على حسابك. ومره واثنين وثلاثه لو انت جايب علب رنجه وفيها سماعات، والسماعات دي فرز 20 وعارف تسوقها، هتسوقها احسن من واحد تاني جايب اوريجينال ومش عارف يسوق ودخل بيها في الحته. بس المهم تعرف تشتغل صح، المهم تبقى شغال كويس، تعرف يعني ايه صوت. ما تفتريش على عدتك. والله العظيم الثلاثة اللي هيفتري على عدته ما هيلاقيها تاني. في الايام السوداء اللي احنا فيها ديت، اعوذ بالله يعني، استغفر الله العظيم، مش هيلاقيها تاني. في ايام الغلا اللي احنا فيها ديت، ولسه احنا داخل علينا رمضان اهو، رمضان في شهر 3.
رمضان في شهر 3، فلسه انا مش بخوفكم، بس واجب اللي انا احذركم، واجب اللي انا انبهكم، لان انا في الاول والاخر برضو واحد زيكم، بننزل ويطلع عينينا في الشوارع ونتبهدل. احنا ولا بنطلع فنادق ولا الكلام دوت، ولا بنتعامل مع اجانب ولا القصه ديت، لا ده كلها لا اما بتطلع في عز التلج، لا اما بتطلع في عز الولعه في الصيف، لا اما بتطلع في غيطان وارياف ودنيا والنطره تيجي عليها وقصه ما يعلم بيها الا ربنا. فما تبقاش طالع بعده مثلا ودافع فيها مبلغ وبعد كده تطير منك وتقول يا ريتني. يا ريت ما بتعمرش بيت، يعني المثل ده صح. انسى، انسى بعد كده اللي انت مثلا هتيجي تعمل حاجه او هتيجي تشتري حاجه. يعني مثلا يجي يسالني على الهوايه، ايه ده؟ ده انا كنت لسه من اسبوع ولا اسبوعين سالك عليها كانت بكذا، دلوقتي جاي والله هعمل ايه طيب؟ كل حاجه زادت، الخشب زاد والاكسسوار زاد والمون زادت والحديد زاد وكل حاجه زادت. طيب في الاخر يا بتاع دي جي، انت بقى لما تيجي بقى مثلا جايب لي عده مثلا ب 250,000 جنيه ولا جايب لي عده ب 150,000 جنيه، تمام؟ وتطلع فرح، هتطلع ب 200 300 جنيه؟ قسما بالله ده انا اولع فيها احسن، والله العظيم اولع فيها احسن. 200 300 جنيه ايه؟ 200 300 جنيه ايه؟ حرام يا جدعان، والله العظيم حرام. واحنا اللي عودنا احنا اللي خلينا الزبون كده يفخد علينا، والله العظيم. ما هو لما انا اروح للزبون او الزبون يجي لي وفجاه واحد بتاع الجي يلمح الزبون دوت داخل عنده، يروح ماشي وراه، قال لك ايه يا عم ومش عارف ايه. ما هو الزبون في الاخر هو اللي يهمه مصلحته، ولا ولاء بقى اللي بتاع الدي جي ان شاء الله يكونوا اخوات، لا اللي يهمه برضه مصلحته. توفير الجنيه ليه في الايام اللي احنا فيها ديت دي احسن حاجه، ودي رقم واحد. يروح جاي وراه، ايه يا عم قال لك كام؟ قال لي 10 قروش. طب ايه رايك انا اخش لك ب5 قروش، ويروح ياخد ال5 قروش دي وفجاه يحصل حاجه في عدته، خلاص شكرا. كان زمان عادي لان كانت كل حاجه رخيصه، لكن دلوقتي لا. حسام بيقول لي هنا يعني احسن حاجه قالها حسام واكتر حاجه، ميزان الصوت في مصر الكهرباء. من الاخر كده بقى، ميزان الصوت، تاخد صوت صح، كهربتك مظبوطه، هيبقى كل حاجه بعد كده مظبوطه. الكهرباء ديت ممكن تخلي الباور ده يخش في الاحمر، حتى لو هو قد الهيات دي 20 مره، بس هو مش قادر يقوم الحمل دوت، مفيش فولت يقومه، فبيسقط بالقصه دي. فهتلاقي اكتر حاجه بتتاثر بالكهرباء البيز. ليه البيز؟ لان البيز دوت بيحتاج كهرباء زياده عشان ينتج البيزه اللي انتوا بتسمعوها ديت. البيزه ديت او الورقه الكبيره، نتكلم بقى بالمعنى الايه اللي هو البلدي شويه عشان الناس تفهم. الحله الكبيره ديت اللي هي ال 18 بوصه دي، والورقه والسوسته والكلام دوت، عشان تتحرك من مكانها كده انت بتزقها بالعافيه، فانت بتحتاج قوه عشان تحركها. فما بالك بقى انت طالع مثلا ب8 سماعات او 8 حلل زي دولت، هيعوزوا كهرباء قد ايه من الباور عشان كل شويه بو بو، عشان كل شويه يدوك القوه بتاعت الصوت اللي انت سامعها ديت. فاكيد هيحتاجوا كهرباء عاليه. ما انت الكهرباء لو ما كانتش عندك عاليه انسى. عشان كده في ناس تقول لي ايه، والله انا طالع بعدتي ديت في مكان الاقي لك الصوت بتاعها وفي مكان تاني. طبعا نتجنب حته الكروس، نتجنب حته مع ثبات كل حاجه والدنيا متظبطه عندك وكل حاجه، وهنعتبر ان المساحه ديت زي المساحه ديت، وهنعتبر ان التغطيه ديت زي التغطيه دي، وعرض الشارع دوت زي عرض الشارع دوت، والطول دوت زي الطول دوت. بس يقول لك انا طالع في المنطقه ديت سمعت حاجه ورحت في حته تانيه سمعت حاجه تانيه خالص. من ايه؟ كهرباء. انت لو الارض هرب منك والكهرباء عندك 220 شكرا للتحيه، انت مش هتاخد كهرباء كويسه، هتديك كهرباء واطيه. فلازم يكون السلك بتاعك مظبوط، التوصيلات بتاعتك مظبوطه، المصدر اللي واخد منه القصه ديت مظبوط. وبرده بقول لكم التاني والتالت مره والرابع مره والخامس مره، الاستابلايزر مش ساحر، الاستابلايزر مش ساحر. واحد كان رافع فيديو النهارده كان شغال على كهرباء 140، الاستابلايزر رافع له 180 على مش عارف 4 تكات 180.
طب ال 180 دي هتاكل عيش مع مين؟ طب افرض بقى وانت رافع على الاربع تكات دول، تاخد بالك انت لا قدر الله مثلا يعني الكهرباء يا عم راحت عليت مره واحده، انت بقى ايه مصيرك؟ انا معرفش طبعا في قصه عشان ما افتيش، معرفش في قصه الاستابلايزر والكلام دوت، بس هنبقى معانا ناس ان شاء الله بتصنع الحته ديت، وان شاء الله هنتكلم فيها، وهنتكلم على طرقعه الاطباق، وهنتكلم على الباور، الصيانه اللي بتحصل له، او انت بتعمل له صيانه ازاي، تنضفوا التراب دوت بيسخنوا ازاي تخلص من القصه ديت. هنتكلم على كل القصه دي يعني يعني طرقعه الطبق ديت وكسار الطبق البيزل، الحاجات اللي بنعاني منها اليومين دولت دي مثلا عايزه لها مش لايف واحد، ده عايزه لها لايفات عشان نتكلم على القصه بتاعتها. طرقعه الطبق دي، الطبق يعمل تك معاك دي قصه تانيه. قصه ان انت عندك الكابل بيسخن، دي قصه تانيه. قصه اللي عندك بتبقى الصوت عندك بيتكتم لما تخش الناس، دي قصه تالته. فيا جماعه مجال الصوت كبير قوي، اكبر من اي حد، واحنا بنتكلم مش كعلماء ونازلين من المريخ والكلام دوت، لا، بنتكلم في شويه الف ب صوت، يعني بنتكلم ربنا قدرني على معلومه باجي اقولها لكم، غير ربنا قدر على معلومه بيجي يقولها لكم مشكورا. فمش لازم ان انت تكون مثلا انا دارس ومش لا، مفيش القصه دي، معلش لا مؤاخذه في الكلمه، احنا كلنا بنجتهد في مجال الصوت، احنا ولا عندنا المعامل ولا القصه ديت، ولا بنصنع سماعه هنا ولا لا ما عندناش القصه دي، ولا نعرف الورقه ديت، ولا نعرف الكثافه ديت، ولا نعرف القصه، لا موال تاني، ولا نعرف القوانين دي، ولا لا، احنا بنحاول بس اللي احنا نبقى في الاحسن ونعرف شويه اساسيات عن الصوت. محمود هنا بيقول لي احسن حاجه للكهرباء راكت الحمايه هترفع ولا تنزل على 220 وسايكل 50. طيب انت رحت في حته لقيت الكهرباء 140 هترفعها ازاي ل 220؟ ما هو حد يفهمنا يا جماعه، هل ينفع؟ يعني انا مستني التعليقات بتاعتكم. هل ينفع اللي انت تبقى في حته الكهرباء بتاعتها 140 وانت ترفعها ل 220 وتشتغل عليها ثابت، التيار دوت بيبقى ثابت مع الاجهزه بتاعتك كلها طول الليله بتاعتك او طول الاوردر بتاعك؟ انا مستني الرد بتاعك. مجدي هنا بيقول لي مايك درامز $300 يا هندسه. لا تعليق. $300 كانوا زمان يعملوا 1500 جنيه، $300 دلوقتي يعملوا في حدود 6000 جنيه. كم؟ يعملوا 6000 جنيه. لو احنا حسبنا الدولار على 30 لا 9000 جنيه. 9000 جنيه عشان مايك صغير للدرامز عجيب، ولو جبته بره طبعا في جمارك وفي زفت وفي قرف وفي ليله يعني. بس فينفع يا جماعه ابقى شغال في منطقه 140 او 160 فولت ويجي ل 220 ويبقى ثابت؟ ايا كان بقى طريقه الحمايه وايا كان اللي انت جايبه، مش انت، انا بتكلم على الكهرباء مثلا البلديه يا جماعه. سيبكوا بقى من المولد، لان المولد دوت فيه كلام كتير وسايكل وبلد تصنيع وكفاءه ومش عارف ايه وفازه ومش فازه والكلام دوت. لا انا بتكلم على الكهرباء البلديه، الكهرباء المحليه، الكهرباء اللي هي بتبقى موجوده بتاعه المنازل يعني بتاعه البيوت. هل في حاجه بترفع لي الكهرباء من 140 ل 220 ثابت وافضل اشتغل عليها وابقى شغال عليها؟ انا سايب لكم بقى الاجابه. طبعا ما اعرفش، ما شغلش العده يا باشا اصلا. انا بظبط راكه الحمايه من 180 ل 250 في حاله وجود زياده او نقصان العده تفصل اوتوماتيك. طبعا ده الصح، بس هو بيقول لك هنا الباور بتاعك دوت بيستحمل لكام؟ لغايه 250 مثلا. بياخد كام هرتز؟ بياخد 50 هرتز. فتنزل لي بقى لاقل من كده والقصه ديت
ده في باورات نازله جديده، لو نزلت عن 200 مش هتديك اداء، وهتدي احمر وهتدي بروتكت. على فكره ممكن الباور يدي بروتكت يا جماعه من الكهرباء، عشان بس معلومه. الباور بيدي بروتكت من الكهرباء، مش عشان الكهرباء فيها عيب، لا الكهرباء ضعيفه فالحمل اللي عليه عالي، فانت بتديله حمل وبتفضل تعلي عليه فبيعمل بروتكت. انا مش قادر، انا في سخونيه في الجناب بتاعتي، انا مش قادر اديك الفولت او اديك الحمل اللي انت اقوم لك الحمل دوت وازقه لك واديك الصوت اللي انت عايزه، فبالتالي بيعمل بروتكت. فالكهرباء هي اساس الصوت في مصر. مع الكهرباء انت هتسمع موال تاني. ليه بقى؟ في ناس تقول لك انا على المولد بسمع صوت من العده بتاعتي، ولا ليه اول ولا تاني ولا تالت ولا رابع. وفي ناس تانية تقول لك انا شغال على مولد بس المولد دوت مخلي العده زي الزفت. فايه الفرق؟ الفرق ان دوت المولد دوت بيدي كهرباء، بيدي هرتز ثابت، سايكل ثابت. والمولد دوت ممكن يكون الهرتز بتاعه مش مظبوط، الكهرباء بتاعته مش مظبوطه، السايكل بتاعه حتى لو مدي 220 ثابت، بس السايكل بتاعه بيلعب هيبوظ لك الاجهزه. لازم يكون السايكل دوت، السايكل ده الذبذبه اللي هي بتمشي في السلك بتاعه الفولت. فاحنا شغالين على 50 ذبذبه، عشان بس بالمعنى البلدي 50 ذبذبه. قلت عن كده ضرر، زادت عن كده ضرر، على حد علمي. لو حد ليه اي قصه تانية يقول لنا. انت عندك لو حتى مدي 220 بس الذبذبات اللي رايحه ديت مش مظبوطه، فانت عامل زي خرطوم الميه اللي بيبقى فيه عوجان، حتى لو الميه شديده وجايه لك هتلاقيه بيقطع معاك. ليه؟ ما هو في تنيات كتيره، ولازم تكون القطر بتاع الخرطوم دوت زي ما هو. الفكره في كده يا جماعه، هي الفكره في كده. عشان ما اطولش عليكم، احنا لينا قعدات تانية ان شاء الله باذن الله. انا كنت النهارده بس ايه طلعت قلت يعني امسي عليكم ومستني رايكم في الصوت اللي انتوا سمعتوه، والشكل يهمنا برضو. لو انتوا عايزين نعمل اشكال نظبط الدنيا الكلام دوت، انا مستني التعليقات بتاعتكم، لان في الاخر احنا بنكمل بعض، احنا شغالين مع بعض، مش شغالين القصه ديت او مش شغالين عند بعض، احنا شغالين كلنا مع بعض. مجال الصوت ما بين مصنع ومستورد وتاجر والكلام دوت لغايه بتاع الدي جي، هي كلها قصه مفيش فيها اي اختلاف. لازم ده يكمل ده يكمل ده. تمام حبيبي حبيبي دي جي الصيني، حبيبي هندسه. جاء محمود بيقول لي لا طبعا والله، اللي يقول غير كده يبقى كذاب. ما هو على فكره ممكن يشوف في القرايه 220 يقول لك والله ده بيرفع 220. طب يا عم سيبك من القرايه ديت، الاداء بتاعك مظبوط؟ انت متكيف من الصوت؟ الصوت طالع كويس؟ طب الباورات ايه اخبارها؟ ما بتسخنش مثلا؟ فقول لنا. فدي ليها ليلك برضو كبيره يا جماعه، عشان تشتغل صح وتاخد كهرباء مظبوطه، راكت حمايه 3 فاز حكايه يا عم. بص يا هندسه، تصرف على نظام الصوت بتاعك كحمايه وكاجهزه تاخد افضل اداء. تمام؟ الصوت بتاعك لا مؤاخذه في الكلمه هتشيل، مش عايز اكملها. خلاص يا جماعه، وان شاء الله باذن الله في موديلات جديده نازله ان شاء الله هوافيكم باذن الله لما نسلم الطقم دوت والطقمه اللي عندنا ان شاء الله، السماعات اللي عندنا والقصه ديت من ارض العميل ان شاء الله. هعمل لكم لايف من هناك وقولوا لي رايكم ان شاء الله، وباذن الله ربنا يسترها على كل الناس في الايام اللي جايه ديت، لان الايام اللي جايه ديت يعني ملناش غير ربنا. خلاص يا جماعه، تصبحوا على خير والسلام عليكم.